الاسباب اللي تخلي الطفل يتاخر في الكلام عندنا بنقسمهم نوعين: اسباب نفسيه بيئيه واسباب عضويه. تمام. طيب هما اسباب كتير جدا، احنا هنتكلم في اهم الاسباب. اول حاجه هنتكلم عليها الاسباب النفسيه البيئيه. اول سبب في الاسباب البيئيه والنفسيه ان الطفل عايش في بيئه سلبيه غير تفاعليه، يعني الطفل عايش في مكان مفيهوش حد قاعد بيتكلم معاه، الام مشغوله وسايباه مع نفسه او سايباه قدام التلفزيون او سايباه مع الموبايل زي ما معظم الامهات دلوقتي بتعمل، ودي مشكله كبيره جدا. عشان كده انا قلتها اول حاجه، احنا قلنا يا جماعه التليفونات والتلفزيونات ممنوعه للطفل قبل سنتين منعا باتا، يعني ممنوعه خالص قبل سنتين علشان خاطر التطور العقلي بتاع الطفل. فالطفل لازم يكون عايش في مجتمع الناس بتتكلم معاه وهم بيتكلموا معاه وفي يعني في تفاعل، فبالتالي يبدأ يدرك ويبدأ يفهم الألفاظ والكلام والحروف. رقم اتنين ان يكون الطفل ده بيتعرض لسوء المعاملة، للعنف.